ايه كانوا عم يصوروا بس خلصوا راحوا ناموا. طيب ما هن عم يصوروا، بس ما كمان علي كمان بقى عم يصور، في يصور كمان شو اسمه عمر عم يصور. ما فهمت انا كيف ما بيروح معك على المستشفى. ما عم بفهم هالعمل يلي عندك انت، انه ما راح معك على المستشفى. ايه بدي افهم التقرير تبعك كيف ضليتك معه هو ما اجى معك على المستشفى. انا بدي افهم. لما سألت علي قال لي انه عم يسأل عليك بالهاتف. يعني عم يسأل، عم يطمن عليك. ايه ليش ما اجى؟ انا كان نايم، كيف انت بعدك ضليتك معه؟ ما عم بفهم صفاء شو. بتعرف انا من هالنقطة هاي كتير زعجتني، واتصلت بامي وحكيت لها هالشي. اوكي. وقالت لي شغلة بس حتى هي سويت كأنه انا عمياء وما بشوف شي. اوكي الله يسلمك. كملت قصتي اللي انا حب وغرام وما بعرف شو. قالت لي الرجال اللي ما بتلقيه معك في أسوأ الظروف اللي بيصيروا معك بالحياة ما فيك تعولي عليه. اوكي حلو كلام جميل جدا. ايه بس انا حتى امي عملت لها هيك خلص. لانه ما سمعتك ولا شفتك ولا حكيت معك. نعم انه انا غامضه في ضايعه. طب انا في اشخاص اجوا لعندك قالوا لك هذا الشخص عم يكذب عليكي، فيك تقولي لي اسمائهم لو سمحتي؟ اما هذا الشخص عن جد ما بيحبك، يعني مبين انه عن جد ما بيحبك وانت ضايعه. هلا قلتي لي وجدان، قلتي لي ذكيه، قلتي لي هدول البنات اللي يعني كثير كانوا خايفين علي، حتى بانوا بالحلقات هدول. نعم. بس الناس اللي ما بينوا بالحلقات ما فيني اذكر اساميهم. اوكي انا معك، تفضلي كفي. طلعتي من المستشفى سالتيه انت سؤال، قلتي له ليش ما اجيت على المستشفى ولا لا؟ ايه سالته ليش ما اجيت. قال انه الاداره ما رح تخليهم لانهم 2 اشخاص، مع العلم انه بعرف هالشي منه صح. يعني اذا بدك تروح رح تروح، يعني هي حبيبتك. طيب بتعرفي انه هذا مش صحيح يا صفاء؟ ليش ليش حكيتي معه بررتي له انه هذا الشيء مش صحيح؟ ولا لا؟ حكيت له قال لي انه كان تعبان. قلت اوكي انا قلب البرنامج قالت لك ما تعملي شيء. ايه اوكي. مقربه لإلك؟ كنت فكرت انه مقربه الي، طلعت بطلت مقربه. مزبوط. عرفت مين. طيب تفضلي كفي. اوكي. وكان دائما يعني بيأكد لي انه انا وياه يعني هيك يعني رح نضل مع بعض ورح نطلع برا البرنامج ورح نسافر ورح نحط بالانستغرام وكل شيء، رح يشوف قصة حب وعشق وما بعرف شو، افلام فيلم تركي يعني. حلو. وكنت بحكي مع اهله يعني كل يوم بحكي مع اهله، واهله كتير طيبين يعني. حلو. يعني ما بظن انه كانوا داخلين بهالشي بالتمثيليه. حسيت انه عن جد يعني حبوني عن جد، بيحكوا معي بحب وما بعرف شو. و يعني وعود كانت كاذبه الصراحه. حلو. اوكي. بقلب البرنامج صفاء بس لحظه، في ناس عم يسالوا كيف فيك اسره. معروف ادم وين، يعني كل العالم بتعرف وين، واذا انتم ما بتعرفوا انا بعد شو بقول لكم وين، عادي ما بدها شيء 2 يحكوا فيها. قلنا كيف فيك اسره يعني هو مسجون، ما شو يعني انتم اللي مش عارف خليه يعرف عادي، وبعدين بنتكلم بالموضوع وليش هو مسجون. صفاء طلعنا عن موضوعنا سوري. بدي اتكلم شغلي انا. انت لما كنت بقلب البرنامج وكان هيدا الحب كله، في ناس قالوا انه انت كنت لابسه، مع احترامي لكل الاديان كنت لابسه صليب، فيك تفسري لهم؟ وقالوا عنك مسيحيه، وهذا الشيء مش غلط، الدين المسيحي دين والدين الاسلامي دين، مع احترامي لكل الاديان. فيك تفسري لهم شو كان يلي صاير والحقيقه واللي انا بعرفها؟ فيك تفسري لهم بليز؟ اوكي. اول شيء كان كثير بدي يعني هالموضوع انا كثير عاطيه قيمه، لهيك كان بدي احكي عليه بالفلوج تبعي اللي رح احطه باليوتيوب. بس هلا لانه سالتني انت رح يعني رح اجاوبكم، لانه في كثير ناس عندهم استفسارات. نعم. بس ما رح احط لكم دليل، رح احطه بالفلوج باليوتيوب، لانه عندي دليل انه انا حاطه السلسال قبل ما تفوت على البرنامج. مزبوط. وما عنده علاقه لا به ولا باي شخص بالبرنامج. مزبوط. وانت بعتي لي اياه وانا شفته، لحتى هيك من هيك عم بتكلم انا بالموضوع. تفضلي. الصليب كانت عندي صديقه لإلي اعطتني صليب، وانا اعطيتها سلسال فيه الله اكبر. مزبوط. وهي عم تلبسه، وانا كاحترام لديانتها عم البسه عادي.
مظبوط. يعني حتى ما بدي اتدخل كثير بالديانة، بس حتى بالإسلام في آمنوا بكتبه ورسله، يعني مو كتابه، كتبه. نحن كمسلمين نحترم كل الديانات. الصليب يعني ما بتحطوا انه بتحطوا صرت مسيحي، صليب حتى بتصير مسيحي لازم تروح على الكنيسة، لازم تسوي يعني شو اسمهم طقوس 100%. انت في شيء بتحط راسك بالمي، بس حطيت السلسال. في كتير يعني شغلات لازم تسويها عشان تصير مسيحي، مو انه تحط مجوهرات فيها. لإلي منك اكس، يعني انا وقت اخذت خطوة انه انا بفترق منه لانه انا اللي انفصلت عنه، انفصلت من سبب اهماله. يعني لما حدا بيهملك بسبب كذبه، مش اهماله، بسبب كذبه. اهماله ايه، يعني الشخص لما بيكون يهملك كأنه عم يعلن الانفصال بطريقة غير مباشرة. سو أنا بعلنها، إذا أنت ما فيك، ما عندك شجاعة، أنا كيف ما سويت الخطوة الأولى إنه بسوي خطوة لحتى أصير معك، أنا رح سوي الخطوة لحتى أنفصل منك. طيب الجمهور، بس الجمهور عم يطالب إنه تعملي له بلوك. أنت إذا بتحبي جمهورك كمان، هذا جمهورك صار له حق بحياتك، الجمهور معه حق، وانا بالنسبه لي انا معي حق، لازم تعملي بلوك وتشيليه. فكري. اوكي ما عندي ولا مشكله، انا لازم تعملي. اوكي بس رح اقول لك شيء. تفضلي. انا شخص صراحه لما حدا بيطلع من بالي، يعني انا اذا نسيت حدا انا بسوي له بلوك براسي اصلا. اي نو فهمت عليكي، بس كمان هذا الشخص اذاني، هذا الشخص خلاني احبه وكذب علي، بشيله من حياتي نهائيا، ما بخليه باي شيء. مظبوط ولا لا؟ وفي عندي شغله بدي اسالك السؤال، خلصتي عن نيكولاس ولا بعد؟ خلصت شو؟ خلصتي بعد عن نيكولاس ولا بعد في شيء؟ ما فهمت، يعني خلصت بعد يعني في قصة عن نيكولاس بعد في؟ خلصنا ما بحكي معه لا. اوكي، في عندي سؤال بدي اساله، انت بالبرنامج هلا يلي شفتيهم حبيتيهم ولا ما حبيتيهم ولا صار معك تاتش انت وياهم، في عندك حدا بتقولي لازم اعتذر منه من البرنامج؟ في ناس صراحه، في ناس. فيني اعرف مين هن بليز على اللايف؟ بس كان بدي اوضح كثير شغلات لساتني ما وضحتهم قبل ما اخلص اللايف. وضحي. اوكي، في كتير ناس عم يقولوا انه هو كان عم يحكي مع اكسته اللي كانت بالبرنامج، هو ولا مرة حكى معها. كيف يعني؟ لا هو كان بيحكي مع بنت. اوكي، بس مو الشركة بالبرنامج. اوف. ايه، لانه انا اجوا عندي اصدقاء اللي كانوا بالفيلا بيقولوا لي انه هو عم يحكي مع بنت بالاجنبي في الليل. اوف، يعني كان يعمل حاله بيحبك وعنده اكس برات البرنامج، عنده لا مو عنده اكس، عنده حبيبه برا البرنامج. يعني انا من وراء انفصالنا انا وياه علن، مو سرب علاقه، علن. اوف على علاقته اللي من شهور. هي نفسها. يس. الله اكبر. انا جابوا لي الفانز هم اللي سووا تحريات وكل شيء، وجابوا كل شيء. انت لازم يكون اخر همك يا صفاء. اوف كورس اخر همي، انا ما بيهمني اوف كورس، بالعكس انا مبسوطه انه انا يعني اكتشفت شخص كذاب. يعني تخيل لو اجى على المغرب، تخيل لو انا ما انفصلت منه، تخيل لو اجى على المغرب وعم يمثل علي وعلى الفانز، مو بس علي. اوكي. وبيجي على المغرب وتخيل انه بيشوف اهلي وما بعرف شو، بالاخير بيكون كل تمثيليه. والله انا ما فهمتها، لانه لما كنا بنحكي بالاتصال كان عادي، بيحكي عادي. تكلمتوا قبل ما تنفصلوا؟ ايه انا كنت بحكي معه. ما هو الانفصال ما له علاقه بالحلقه، لانه كثير ناس مفكرين انه ورا الحلقه، من ورا الحلقه انفصلنا. اوكي، بس الحلقه ما لها علاقه. هو كان بيطلع لايفات وانا كنت ببعث له مسجز ما بيجاوبني، وهو طالع لايف يعني انا بتصل فيه، تتكلمي معه بتتصلي فيه ما يرد عليكي، ما يرد علي. وانا بشوف لايفه وانا عم اطلع مع لايفه بيكون بيحكي بالهاتف وعم يضحك. بيقولوا له الفانز مع مين عم تحكي؟ مع صفاء. بيقول لهم انتوا كلكم بتعرفوا مع مين عم احكي، وهو ما بيكون بيحكي معي.
اوي اي 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 هي فضايح. وانا بهالوقت بكون بتطلع على اللايف وببكي يعني. بعدك بتحبيك انت. ايه كيف انا لا كنت عم اشتغل على حالي بهالوقت. اوكي. يعني كيف رح اطلع لايف وبقول للفانز يا جايز يا بنات يا شباب بتعرفوا انه نيكولاس هو شخص فلان وهو عم يحكي بالهاتف وعم يسوي حاله انه بيحكي معي ما بيحكي معي. ما فيني اقول هيك، ما فيني اكون ضده، بس كنت عم اسكت. بس هلا بتعرف ليش انا طلعت وحكيت؟ ليش؟ لانه شفت الفانز عم يبعثوا لي انه عم يسوي لايكس للكومنتس اللي عم يسيئوا لي، مع العلم انه انا لما انفصلت منه خليت العلاقه تكون راقيه. حلو. يعني ما عم احكي عليه ولا اي شيء، وهما بيبعتوا لي الفانز بيبعتوا لي انه بيسوي لهم بلوكس للفانز تبعي انا. اول شيء بيحكي عنهم بالريلز تبعه. والله اقسم بالله العلي العظيم ما بشوف الريلز تبعه ولا بيطلعوا لي ولا بشوف ستوريات ولا اي شيء. بس الفانز بيجيبوا لي انه بيحكي عنهم على فانزاتي، يعني عم يحاول يسوي فتنه مع فانزاتي، وانا ولا مره حكيت على هالشيء ولا تكلمت. نعم وضليتني ساكته. فيني اعرف كيف انتهت العلاقه لو سمحتي؟ فيني اعرف شو قلتي له وكيف تشجعتي وتكلمتي انه بدك تنهي العلاقه، وشو اللي قال هو؟ شو قال لك؟ كيف كانت ردة فعلك؟ لانه بالله كان في بكي، انت عم تقولي لي هو تكلم معك عادي. فيني اعرف شو اللي صار؟ كنت اتصلت فيه قلت له انه يعني ما بنحكي كثير، اذا يعني رح you're gonna fix this، يعني رح تزبط هالشي او ما رح تزبطه. اذا كنت رح تزبطه يلا نزبطه انا وياك، اذا ما بدك رح انفصل منك. اوكي. قال لي اذا بدك تنفصلي يلا اطلعي لايف. اوه. قلت له شو؟ I'm sorry، يعني انا عم اسالك اذا بدك تزبط العلاقه او ننفصل وانت اختاريت الانفصال. اوكي يلا ننفصل، انا بدي انفصل. وقفلت الخط. واتصل فيني قال لي شيء صراحه ما راح اقوله لانه راح يكرهوه. شيء مسبي يعني؟ شتمك؟ لا مو شتمي. لا بدي اقول لك شغله صفاء بس بدي اقول لك شغله. لحظه هيدي كلمه رح يكرهوه ما يكرهوه. لحظه خلينا نكون هون واضحين. انت الجمهور كرهك بسببه، ما تكوني كثير قلبك طيب. قلب الطيب شيلي، تكلمي. شو قال؟ انا شلت القلب الطيب والله شلته. انا شخص يعني انا صفاء الاولى والله ما بيهمني. اوكي شو قال؟ عادي. اتصل فيني وقال لي دقيقه قبل لا تطلعي لايف انا بقول لك شو بتحكي. اوف. قلت له مين انت حتى تقول لي انا شو بحكي ولا شو بسوي في حياتي؟ وقفلت اللايف. حلو. لما قفلت اللايف شفته طالع لايف وعم يبكي، انصدمت. شو هالشو؟ يعني انت حكيتي معي بطريقه عاديه كثير ومعصب وحتى ما بتطلع فيني. انت باللابتوب تبعك باللابتوب عم تحكي هيك، انا عم اشتغل ما عم تشوفيني، عم اشتغل شو بدك؟ هيك بيحكي معي. وبعدين تطلع لايف عم تبكي للناس للفانز. لشو؟ للشو؟ يس هيدي الحقيقه. حتى تبيني انه انا يعني جرحتك وانا اللي مجروحه من هالشي كله. يعني هو طلع عم يلعب دور الضحيه وانا الضحيه من هالشي كله وما لعبت دور الضحيه. نعم. بس لهاليوم لساته عم يحاول، يعني عم يسوي لايكس للكومنتس اللي بيستفزوني انا. بس انت لازم ما تعبري هذا الشيء، لازم يكون اخر همك. ما بعبر هالشيء. بس انا حتى فانزاتك نفس الشيء. لا بدي اقول شغله بس لفانزات صفاء، انتم كمان ما بقى تجيبوا لها شغلات بيعملها هو، لانه انتم بس عم تجيبوا شغلات بيعملها هو. هي عم تهتم، مش عم تهتم، عم تشوف. هي شالته من القاموس تبعها. فانتم لما ترجعوا تقولوا لها شو عم يعمل هو فيكم ولا شيلوه حتى ما تعبروا. السؤال بدي اسالك اياه صفاء، سوري بعيد عن هذا الكلام، فيك تجاوبي الجمهور عن شغله كمان من بعد اذنك؟ كيف صرتي تتكلمي عربي مزبوط انت مع انه ما كنت تعرفي تتكلمي بالبروجرام عربي مزبوط؟ هل كان مطلوب منك هيدا الشيء شو ولا انت عن جد ما بتعرفي تتكلمي وتعلمتي؟ يعني ما فيك تتعلمي 3 شهور هذا العربي كله. فينا نعرف كيف تعلمتي وشو اللي صار؟ اوكي، اول شيء لما كنت بالبروجرام جد ما كنت بعرف احكي لهجه بيضاء، وكنت دائما بحكي مغربي، وكانوا بيقصوا التصوير وبيقولوا لي صفاء لهجه بيضاء دائما كل الوقت.
اوكي. نعم. ومع الوقت صرت عم حاول، قلت زكية قالت لي مرة لازم تحكي لهجة بيضاء يا صفاء، لازم تحكي، حاولي ولو تخبصي بالحكي بس حاولي. اوكي. صرت عم حاول، صرت عم لما نكون جالسة أنا ووجدان وزكية ما بنحكي مغربي، بنحكي لهجة بيضاء. يعني هم لحتى تعلمت. ايه علموني. جميل جميل. لما طلعت من الفيلا صاروا عندي صديقات سعوديات. حلو. تحية سعوديات وعمانيات عم احكي معهم، ومع الوقت صرت هيك عم اكثر عربي، صار عندي اكثر. حلو. حلو. وقبل لا نخلص كان بدي اشكر كل المشتركين، يعني بتمنى كل الخير لكل المشتركين، وخصيصا بدي قول يعني حتى بالحلقات الجاية يمكن رح تشوفوا شغلات. عم اعتذر من نيفين، والله كتير بعتذر من كل قلبي، لانه كتير كان بتهياني انه يعني بدير بالي، بس انا كنت بقول كلهم بدهم يفرقونا لانه الفاينل قرب، حتى ولو انا كنت بشوف شغلات بس كنت بقول الفاينل قرب كلهم بدهم يفرقونا. نعم. بعتذر من اي شيء سويته لنيفين، وبطلب منها الشكر، وبنات بلدي وجدان وزكية والله يعني شكرا كتير لأي شيء. ومن هالمنبر بدي لكم تدخلوا كلكم وتصوتوا لوجدان، لأنه ضلت بس هي مع بونو. برافو. وصوتوا لها لحتى تطلع إن شاء الله تكون مغربية. ها؟ بونو حارس المرمى. ايه ضلت بس هي مع بونو. التنافس مع بعض؟ ايه. شوفي لحظة. اوكي. نوريكي شغلة. بسم الله. وينه شوفي هذا عطر بونو. اوكي. هذا منه. واو. والله. شنو عم يقولوا؟ لا 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 لا. لا مو تنافس هم المغاربة اثنين فقط، مو تنافس. كل واحد فئة. بس بقول انا لو هو الرياضة هي فن يعني عم بقول انا. اوكي. لا بونو في الرياضة يعني تستاهل تطلع، يعني هي هو بيلعب إذا الله راد حتربح. انا متأمل خير. شوفي جمهور عم يشتغل شغل مش طبيعي، صبح ظهر عشية كل يوم 24 على 24. بتمنى من جمهور صفاء وبتمنى من كل الجماهير يشتغلوا لوجدان، لانه بحق لها تربح. بالعكس شيء كتير حلو. بنكون نحن فخورين كمغاربة انه عندنا بنت مغربية تربح. صح. وكمان بدي احكي شغلة، عم يقولوا لي تصالحي مع شخص وانتم بتعرفوا مين هالشخص، يعني ما في داعي اقرا الاسم، وبدي جاوبكم وبقول لكم انه انا ما غلطتش في هالشخص، وهالشخص طلع لايفات وحرض عني، والحقيقة بانت وأنا ما حرضت ولا حدا، ومن الأول كنت عم أطلع لايفات وبقول لكم أنا ما غدرت ولا حدا، وما عندي الغدر بدمي، أنا ما بغدر حدا وما غلطت في حدا، ليش حروح وصالح حدا أنا ما غلطت فيه؟ نعم. بس أنت حرة تعملي يلي بدك إياه، ما حدا له معك. شكرا كتير حسين. شكرا لك صفاء. بدي اقول لك اول شغله كثير انبسطت انا معك. بتشرفت فيكي، وانت من الاشخاص يلي انبسطت انه طلعت معهم لايف وحكيت معهم وسمعت قصتهم. بتمنى الجمهور يفهم شو اللي صار باسمي ونصيب. بتمنى من بعض الجماهير المريضه ما بقى تتهجم ولا بتعمل شغلات مش حلوه. افهموا الانسان، كونوا معه منيح. صفاء بنت كتير منيحة، بتمنى لك كل الخير، بتمنى لك يا رب حياة سعيدة. شكرا كثير. قبل ما اروح بدي احكي شغلة. نعم. انت حكيت انه في ناس هيك بتتنمر، بتحب تتنمر. نعم. انا بالاخير طلعت هون لانه في كثير ناس عندهم عم يتساءلوا، بيحبوني او عم يتساءلوا بدهم يعرفوا. انا طلعت مشان هالناس اللي بيحبوني. نعم. او بيعزوا صفاء، وشرحت لهم انا مني هون حتى اشرح للناس اللي بتكرهني او ما بتحبني لسببهم الخاص حتى يصيروا يحبوني. مزبوط. اللي بيحبني. نعم. شكرا لك صفاء، شكرا لك وعلى شكرا كثير حسين، والله شكرا كثير. ثانك يو لك. ثانك يو. باي باي. تيك كير. يعطيكم الف عافيه جمهور الجميل. شو اخباركم؟ ان شاء الله كله رواق. في بعض الاشخاص عم يكتبوا لي، كنت عم بقرا شوي صغيره. شو ما لك حق
هذا شو هي انه اذا